خلينا نشوف الصورة دي كده سوا. سعد الصغير على عربية فول. قول لي بقى، لما كنت فقير انت كنت قلت وانت صغير عانيت شويه في حياتك. كنت بتعمل ايه بالفلوس؟ لما بتجيلك فلوس كنت بتعمل فيها ايه؟ وفي العيد مثلا والحاجات دي كان ايه اللي بيحصل؟ ما كانش فيه فلوس، عارفه يعني كبير قوي شيلين فلوس خالص خالص. كنت اروح ستي ساكنه في حته اسمها الخنكه عشان اخد منها يعني قرش بس عيديه، فلازم اركب القطر. طب القطر ده بتعريفه، فاضطر اروح متسطح فوق القطر عشان اروح اخد القرش من الخنكه. عارفه كانت حاجات صعبه جدا جدا جدا. كنت بتاخد الفلوس كنت بتشتري عسليه، من فاكر حكايه عسليه، وعارفه الشوكولاته اللي هي بتاعت كان زمان يسموها يقول لك ارواح او توفي. اللي انا بحب الحاجات الحلوه، يعني عايز بقول لك بطريقه مش معقوله. فعربيه الفول ده اساسي حتى لغايه دلوقتي، انا لازم كل يوم عربيه فول، لازم لحد دلوقتي لغايه دلوقتي يعني. طب وفي العيد كنتوا ساعات بتبدلوا هدوم العيد والكلام ده، صح الموضوع ده؟ عارفه بس ما كناش بنجيب هدوم عيد. عارفه كنا ايه مثلا؟ عاطف، ربنا يمسيه بالخير، عاطف انا بقول له ما بكسفش، كان هو واحد صاحبنا بس هو ده اللي مبسوط فينا شويه. كان بيجيب تيشيرت. لسه صاحبكم دلوقتي؟ لغايه دلوقتي. حلو. لغايه دلوقتي ما اقدرش انساه. عاطف دوت عنده تيشيرت واحد بس بيدي لي الشله كلها. والله العظيم 3. كل واحد يخرج خروجه بيه ويرجع. بس انا عشان بيحبني انا بقى يدوا لي انا يوم الوقفه. فالعيال بقى جبت حاجه للعيد يا سعد، اقول لهم ده انا جايب حته دين تيشيرت، اقعد اكذب عليهم بقى، فاهماني؟ هو مستلفه لازم يرجعه بعد نص ساعه.